بس نبني على اللي فات وما نخسرش يعني. تعالى نبني لو الفل على المنتخب اللي صعد اول مجموعته وتصدر بداية مباراة مصر وانجولا. بس كده ان شاء الله. واحلى حاجه ان هو ابتدى بالاحتياطي ده كله، يخليه ياخد ثقه صراحة احسن حاجة وتجهيز. ان هو غير ال11. اهم حاجه بس نبني على اللي فات وما نخسرش يعني. تعالى نبني لو اجواء الصقيع تخيم علينا طبعا. بقالنا كتير ما لعبناش بدون عنق الزجاجة. بقالنا قد ايه؟ ده احنا من زمان قوي يا جدعان. صلاح محسن كابتن منتخب مصر يا جدعان. لا حول ولا قوة الا بالله فعلا. بص بقى، بعد حوار الجمهور والتذاكر طبعا مفيش جماهير للاسف. انجولا طبعا محتاجه 3 نقط بشده. اهم حاجه كابتن علي محمد علي يقول لنا عدد سكان انجولا كام. وبيتغذوا على ايه؟ ينزل يقعد يعمل لنا رقصه الصرصار. رقصة الصرصار. عايز شبشب فاهم ويتلزق على الحيطه. يلا مصراويه شدوا حيلكم شويه. توقعاتك ايه يا شومر للماتش؟ انا 1-1 خلاص. هنكسب 1-0. انا شايف انه هيخلص 0-0. والله احنا ماسكين كرة في نص ملعبهم يعني ما كنتش متوقع بالظبط. حلو. يلا يا راجل يعني احسن. مصطفى محمد عملها نموذجية الصراحة ايوه كده دخلونا في اجواء الماتش. والله احنا بنفتقد كابتن حسام حسن في البطولة دي من كتر الكور العرضية اللي اللعيبة مش عارفة تلعبها يعني. ايه يا عم ده اكله بالقلم يا نهار ازرق. وداخل على التاني. بص ازاي. ايه يالا انت عرباج ياض. في الدقيقة 30 فرصة خطيرة من ضربة ركنية لمنتخب انجولا. لا بس قرار جريء برضه من حسام حسن ان هو يغير ال 11. ما انت محتاج تدخل دم جديد. محتاج وفي ماتش زي ده بالذات ان انت اصلا كده مش محتاج منه حاجة. مفيش فرصة احلى من كده. ولحد دلوقتي بصراحة عدت نص ساعة وشكلنا احنا احسن من انجولا اصلا. لولو كان عايز يخطفها كده لكن شوبير صحيله. لو جيت تبص على شوبير اعصابه في تلاجة. ما شاء الله عليه بصراحة. ودي اهم ميزة في لا هم بيلعبوا حلو فشخ بس يعني ما يجودش يعني فاهم. يلعب السهلة يبقوا تمام. ما تجودش يا محمود يا صابر. ما تجودش. ايه دي؟ بص اتفضل بقى. شفت لما زعقنا له فقد الثقة في نفسه ازاي؟ اتهز. امال لو نزلنا لهم بالاساسيين نعمل فيهم ايه؟ 40 دقيقة من الشوط الأول والتعادل السلبي. خطر دي يا شوبير. الحمد لله. الحمد لله. أكتر حاجة صلاح محسن ظابطها في الماتش ده السكسوكة. وفي حد لسه بيعمل سكسوكة أصلا؟ يا ولد يا شوبير. والله. اوفسايد. انجولا ابتدت تكشر عن انيابها. حيوا معايا كابتن مصر. شوبير. مين كنت اللي في الاستاد يا غناها؟ جدعان. انا كنت في الاستاد الاغنيه في الماتش ده. انا كنت عند نزال شوبير ده كان سنه كام؟ 97 98. الاول قرب يخلص. شايف ان ممكن ايه التغييرات اللي بتتم اشوف. انا نفسي بين الشوطين على طول ما يتاخرش امام عاشور ومصطفى فتحي مكان صلاح محسن. نفس التغييرات. ماما دول احسن حاجه تتعمل الصراحه. ده الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين. ورجعنا تاني الشوط الثاني بين مصر وانجولا. يا ساتر فاول خطر جدا. شوبير اتثبت فيها. هو كده غير واحد في كل خط تقريبا. معاك 4 يا راجل. هو ازاي ساب ده وطلع مصطفى؟ مش عارف. تغيير غريب قوي بتاع مصطفى محمد. يا ساتر واحدة شوبير مسكها. نقول بصراحة يعني من ساعة ما البطولة بدأت واحنا شكلنا كويس. يعني حتى النهارده بنلعب بالبدلاء. لا ما شاء الله مش حاسين ان احنا بنلعب بفريق كله بدلاء. حلوه يا ولد يا زيزو. حلوه.
زيزو خطفها خطفه في الدقيقه 58. خروج بس معلش. مصطفى محمد فرق كتير في ده الحته حقيقي. الهجوميه. برافو. بيعافر، انما صلاح محسن يا عيني لا حول ولا قوه الا بالله. بس احنا كنا بنقول المجموعة دي ممكن يطلع منها تالت وممكن يبقى انجولا تالت، بس بالمستوى اللي احنا شايفينه ده لا، بالظبط. يعني بؤس الصراحة. هم نفسهم ما عندهمش حمية ان هم يصعدوا يعني. يلا اديله تاني، اديله تاني يا اخي. سابها ليه؟ ما حطش رجله فيها ليه؟ عادي صلاح محسن يعني. ابراهيم عادل بصراحة حتى مش مقنع خالص. اديله بقى، حط بقى. يلا يا زيزو. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ ايه ده الهبل ده؟ ما تشوط من مرة واحدة، حرام عليك ليه يا زيزو. الفزلكة؟ حرام عليك يا زيزو. فده استمرار لنفس الرعونة اللي قدام الجول. خطر دي حاسب. اوف. الحمد لله. هو الجميل ان احنا كده شاركنا تقريبا 26 لعيب من 28 بماتش. يلا بقى يلا لا بقى يا ابني بقى زي ما تشوف. حلوة. حلوه دي قوي. ايوه كده، شوطوا زي ما حمدي تكون. فتحي اللي لسه نازل. لسه شوطه حلوه على الجول في الدقيقه 86 كانت رايحه والله. فاول تاني على حدود ال 18 ونفس اللعيب، وربنا يستر بقى ما نخسرش في الدقيقة 89 يعني. كده انجولا باي باي مع زيمبابوي. المجهود يشكر لحسام بصراحة، الثقة اللي اداها للعيبة. مبروك. صفر الحكم والف مبروك. ان تعادل. شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. كان نفسي نسجل بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.